السلام عليكم. خصص مئات الآلاف من الجماهير المغربية الثلاثاء استقبالا كبيرا لعناصر المنتخب المغربي لكرة القدم بعد وصولها من الديار القطرية، احتفالا بإنجازها التاريخي في المونديال ووصولها لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. مباشرة بعد وصولهم إلى مطار الرباط صعد لاعبو منتخب المغرب إلى حافلة مكشوفة لتجوب مختلف شوارع العاصمة الإدارية أمام هتافات الأنصار الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية للاعبين على أدائهم المبهر في الحدث العالمي. عرفت شوارع العاصمة حركة غير عادية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، حيث تم فرض مجموعة من الإجراءات من أجل تنظيم مثالي للجولة التي يقوم بها المنتخب المغربي في حافلة مكشوفة شوارع العاصمة الرباط وسط حفاوة كبيرة من الجماهير الغفيرة التي حرصت على استقباله. وكانت بلدية مدينة الرباط قد أصدرت مساء الأمس الاثنين بلاغا للسكان تطالبهم بعدم إيقاف سياراتهم في كل الشوارع والساحات، حيث كان من المرتقب أن تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي. وفي نفس السياق قارنت القناة الفرنسية TV5 بين احتفال الجماهير المغربية مستحضرة احتفال الجماهير الجزائرية حينما بلغ المنتخب الجزائري النصف في مونديال البرازيل 2014، حيثما أنهى الحكم مباراة الجزائر وروسيا في مونديال البرازيل، حتى انطلق الجزائريون للشوارع محتفلين بهذا الإنجاز الكبير. فهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبهم للدور الثاني من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتم إقصاؤهم من ثمن النهائي، في حين أن المنتخب المغربي وصل إلى النصف النهائي كأكبر إنجاز إفريقي وعربي على الإطلاق.